سيدنا عمر يقول: عجبت من الإنسان أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وبينهما يحمل الإيه؟ العذرة، البراز. جسمك مليان قرف، وأولك إيه؟ نطفة مذرة تخرج من مجرى البول وفي منتهى الصغر والحقارة، وآخرك جيفة قذرة. الجيفة الجثة، ولما تتغير تقذر جدا، حتى إنهم لما يبلغوا في إظهار كره الرائحة يقول: ريحته جيفة. يعني إيه؟ يعني جثة تحولت، يعني بدأت تتعفن وطلعت ريحتها. أدي الإنسان فبيتكبر على إيه؟ لما تيجي بقى يمكن هنا تحس بيه حال القلب لما نيجي نقرأ سورة ياسين. في آخرها في إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وخلقه من إيه؟ من نطفة. فإذا دي سموها إيه؟ الفجائية، يعني حاجة غريبة الواحد ما يتوقعش. فإذا هو خصيم مبين. ربنا هو اللي خلقه، ربنا اللي خلقه، مش أوكل حتى حد يخلقه. ربنا اللي خلقه سبحانه وتعالى وخلقه من نطفة. وبعدين فإذا هو الحقير خصيم مبين. وضرب لنا مثلا. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. يقول: وضرب لنا مثلا. الإنسان يعني مع كون الحال هكذا يضرب لله مثلا، بيجادل ربنا، بيناوئ ويكافح بماذا يتكلم ويقول؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.